السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا عشاء كده. لو محتاره تعملي عشوائي ولا حاجه، شوفي العشاء اللذيذ ده والسندوتشات الجميله السايحه دي. شايفه الجبنه بتمط ازاي؟ البسطرمه الصراحه حاجه كده ايه، تحفه قوي وشيك كمان. تعالوا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. انا معايا كده شويه بسطرمه، شويه سلامي، معايا بيض. دي اول بيضه. انا هستخدم طبعا كل سندوتش فيه بيضايه. وده قرن فلفل رومي مقطعاه، وده ميكس جبن بقى، شيدر على رومي على موتزاريلا زي ما انت عايزه. ده زيتون مخلي. ومعايا هنا الفينو. هبتدي اوريك هنقطعه ازاي. نجيب السكينه كده من فوق في الفينو كده، وابتدي ايه، افتح كده واسقط بقى القلب جوه كده. حاجه سهله شيك قوي وطعمها تحفه. زهقانه بقى من العشاء وينفع غدا والله كمان يا بنات. هبتدي انزل كده، هعمله كده ايه جوانب كده، ولاني هصب بقى فيه البيض وهنحط الكلام ده كله. خلاص كده قطعت الفين اهو كله اهو معاكي من فوق. لذيذ. هبتدي بقى ايه كده، اجيب اول بيضة هضرب بقى البيضة كده، حط عليها رشة ملح ورشة فلفل اسمر، واحطها بقى كده في الساندوتش. يا سلام. انزل بقى بالسلامي، شوية فلفل، شوية زيتون، نديها بقى رشة جبن كده حلوة عشان تبقى الدنيا سايحة معانا. في اسهل من كده اهو. ابتدي اعمل السندوتش التاني، اجيب بيضة تاني برضو، اديها رشة ملح ورشة فلفل، ننزلها كده في السندوتش. نعمل بقى ده بالبسطرمة، حط فلفل، حط الزيتون. عشا بقى سهل وخفيف، يمشي غدا كمان. رش بقى ميكس جبن. خلص بقى بقية الفينو كله بنفس الطريقة اللي عملناها. هو بقى جاهز معايا. دخليه بقى الفرن، يقعد 10 دقايق في الفرن او في الميكرويف. انا دخلته في الميكرويف عندي، قعد بالظبط 3 دقايق. السندوتشات بقى سايحة ازاي، الجبنة كلها والبيض مستوي. اسرع حاجة بالظبط اهو. السندوتشات بالتحضير بكله 5 دقايق بس. يا رب يعجبكم. متنسونيش في اللايك وفي الشير. انتظروني في فيديوهات جديدة. متنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفة الجبنة عاملة ازاي؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.